عليكم والف مرحبا بكم في القناه ديالي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه ديال واحد الوجبه ديال العشاء كتجي لذيذه وطريقه سهله بمكونات بسيطه. وصفتنا اليوم هي وصفه ديال لي بات، يعني معجنات بصلصه ديال الطماطم. هي وصفه بسيطه ولكن كتجي لذيذه. غادي نحتاجوا واحد الكميه ديال لي بات، اي نوع اللي اختارينا، اي نوع كيتوفر عندنا. انا غادي نختار هذا الشكل هذا. غادي نحتاج واحد جوج معالق عامرين ديال معجون الطماطم. غادي نحتاجو جوج معالق ديال القزبر ومعدنوس، وغادي نحتاجو جوج ديال الدروس ديال الثومه، واحد ديال الضامه ديال البنه ديال لي بات، شويه الملح وشويه الابزار. في اول خطوه كنسلقوا لي بات ديالنا، كنديروها نضيفوها الماء المغلي اللي ضفنا له الملحه والزيت العود. كنخليو لي بات ديالنا حتى كطيب، كنبقاو نقلبوا حتى نتاكدوا انها طابت. ثم ندوزو للصلصه. في واحد الكاسرونه كنوضعوا زيت العود او زيت الزيتون، كنضيفوا ليه الثومه، ضمه البنه، الملح والابزار. وانتبهوا ما تكثروش من الملحه، حيت ديما كتكون ضمه البنه كتكون مالحه شويه. كنزيدوا داك الربيع وكذلك معجون الطماطم، ثم كنزيدوا ليه شويه الماء. كنحركو حتى يذوب لينا داك المعجون ديال الطماطم، وكنديروه فوق النار. بعد ما وجدت الصلصه ديال الطماطم ديالنا كيف ما كتلاحظوا كتولي خضره، وكذلك طابت لي بات ديالنا والمعجنات ديالنا، كنخلطوهم مع بعضياتهم وكنقدموهم. وها هو العشاء ديالنا من بعد ما كيوجد. كنقدموه بصحه والراحه، ممكن نقدموه مع شي عصير اذا كان عندنا. وثقوا بيا راه كتجي زوينه، لا من ناحيه الشكل وكذلك لا من ناحيه الطعم، كتجي لذيذه. واللي ذاقها عندي كيطلب مني الوصفه. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو كنتمنى ديروا لايك، وإلا بغيتوا توصلوا بالمزيد من وصفاتي وفيديوهاتي ما عليكم الا تضغطوا على الزر الاحمر اسفل الشاشه للاشتراك، وكذلك تفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.